يا صباح الخير يا جماعة. أول ما روحت المدرسة شربت كوباية شاي لأني بصراحة كنت مصدعة جدا جدا جدا. أول يوم دايما يوم الأحد ده بيبقى مصدعة ليه بقى؟ لأني أصلا بيبقى قبلها بقى الأسبوع جمعة وسبت وكده بنبقى سهرانين بقى مش صاحيين بدري وكده. فعايزة أوريكم على الأوتفيت بتاعي. ايه رأيكم في الألوان؟ بجد ايه رأيكم في الألوان؟ عسل. هنا بقى رحت اشتري حاجة انا وصاحبتي وابنها الصغنون العسول، زينو. اشتريت بقى فريسكا اهو البسكوت بتاع فريسكا ده كنت بصراحة اول مرة اجربه. وقعدنا بقى في الجنينة كده بتاعة المدرسة بتاعتنا بعيدا بقى عن المكتبة والزحمة والكلام ده. بوريكم هنا بقى ان اساسا في تجديدات عندنا في المدرسة وكده، ودي المدرسة اللي جنبنا. وهنا وانا متفائلة. عايزه اقول لكم بقى ان الزرعه دي انا بحبها جدا يا جماعه. هي مش عارفه ما بتطلعش ورد، بس البتاعه دي نفسها لما بعملها في اصبعي كده بفركها في ايديا بتطلع ريحه حلوه، مش عارفه اسمها عطرشان ولا ايه بالظبط. فالمهم انا كنت قاعده باخد شهيق وزفير عشان اطلع اي طاقه سلبيه موجوده جوايا. وهنا بقى المج الحراري بتاع الهام صاحبتي، بصراحه كنت بشرب منها بقين كده 3، وقلت اصوره معايا بالمره اشمعنى هو يعني. هنا بصوا بقى الجو كان خرافه، وكان في عصافير بالزقزقة بقى، وبصوا الهوا بتاع الشجر. فحبيت اوريكم المنظر الطبيعي الجميل ده. بصوا انا بحب بقى الزرع بصراحة، بحب ابص فيه اي حاجة خضرة بحب ابص فيها كده، تبقى بصراحة حلوة جدا. وبالذات في وقت الربيع لاني بصراحة هو ده الوقت المناسب ان الزهور فيه بتتفتح وتتظاهر زي ما انتم شايفين النبتة دي يا جماعة. شايفين طالعة ازاي في قلب الرصيف بتاع المدرسة؟ سبحان الله تبارك الخلاق فعلا. كفاية لونها بصراحة، كانت بصراحة هي طبعا دي منظر بس، لكن ريحتها مش حلوة. فما بنقطفش اي حاجة بقى، الزينة نخليه زينة يا جماعة. وبصوا هنا كمان طالعة، ولسه كمان هتطلع اكتر واكتر. السنة اللي فاتت كانت مالية بقى عندنا الجنينة بتاعة المدرسة الالوان دي هي والصفرة. وهي يلا بينا. بصوا بقى انا رجعت البيت الحمد لله. وعايزه اقول لكم المقطع ده انا مش عارفه صورته بالطول كده ازاي. انا بجد ما خدتش بالي خالص ان هو متصور بالطول. عايزه اقول لكم انه ادم ويحيى طلعوا بره كانوا بيشتروا حاجه. والمهم جابوا لي الورد ده، ورحت حطيت فيه سكر كده ميه بسكر، وثلاث وردات حلوين. عملوا لي الجو حلو قوي كده اللي هو اتفضلي يا ماما ومفاجأة وكده. عجبوني قوي بصراحة، لاني اهم حاجة في الولاد بصراحة انهم يهتموا بيكي وحنية والحب. يعني فكرة ان هم يجيبوا لك ورد دي حتى لو قطفوها الشجرة وكده، هي بتفرح اي ام يعني. هي فاهمين، هي طريقة من طرق الاعتناء، وان الولاد بيحبوا كده يعني، فاهميني؟ بالذات الولاد الحنينين. هنا بوريكم بقى ان الوردة كان فيها نمل دي، ورحت نفضت النمل في الحوض، وكمان بخيتها حبة مية كده قلت عشان لو في اي حاجة يعني. وكمان عايزة اقول لكم ان الورد ده كان منتشر عندنا في رفح بطريقة مش عادية. وكنت انا ودعاء بنيجي الورد ده بالليل بنروح ونقطفه من تحت ونمص سوري يا جماعة، ونمص العسل اللي فيه. فاول ما شفت النمل افتكرت بقى علشان في عسل وكده. سوري يا جماعه عشان الصوت بره، انا ساكنه في الارض. فالمهم بقى ان انا قلت تعالي يا بنتي يا نسمه نشرب حاجه كده نمنشن. ايه ده يا جماعه ده كتير. استنيت التكاتك تمشي بصراحه عشان اعرف اصور، احط الصوت بتاعي. المهم بقى هنا ده عصير يا جماعه اللي هو الشربات اللي بطعم الورد تقريبا. حطيت حبة كده في السيرم بتاعه تحت خالص، وهحط التلج زي ما انتوا شايفين كده. عايزه اقول لكم ان ده بيرطب في وقت الصيف ترطيب. انا ما عملتوش بسكر ولا اي حاجه. حطيت في الكوبايه بتاعتي التلج زي ما انتوا شايفين، وهضيف الميه.
بصوا المية هتعمل اصلا لون ازاي، شايفين في تدرجات كده اللون الاحمر ايه. المهم بقى ان بصوا عجبتني قوي بقى، انا اهم حاجه عندي شكلها يعجبني بصراحه. فانا كنت عايزه ان انا عطشانه بقى كده والجو حر بصراحه اليومين دول، فقلت بقى يلا بينا نعمل الكوبايه دي. وابتديت اشرب منها. طبعا ما تنسوش قبل ما تعملوا الخطوه دي تقلبوا الكوبايه كويس قوي. وهنا بقى بوريكم الشكل الجميل بتاع الكوبايه. مصرين برضو يزعجوني، مصرين يزعجوني وانا بحط الفويس بتاعي يا جماعه. المهم بصوا شكلها كان تحفه بصراحه، وانا مجريه بقى بصراحه الصوره. وادم وانا واقفه جنب واقف جنبي بيقول لي اعملي لي انا كمان واحده يا ماما، عملت له واحده. وحاولوا يا جماعه تمنعوا السكر من البيت علشان السكر دي ازمه كبيره جدا. وحين الان موعد القهوه يا جماعه. حين الان موعد ان انا دماغي امبارح صعبت عليا قوي ان انا شربت قهوه متاخر، وكنت سلبيه جدا مع ادائي في دماغي بصراحه. هنا اخترت الكنكه اللطيفه الظريفه دي علشان اعمل فيها قهوه. وكنت عايزه اقول لكم هنا ان انا اشتريت قهوه اسمها ابو شكري، عملت ميكس بيها وبين النجار الاتنين ساده. بس عملت ميكس كده عشان اشوف هعرف اتقبلهم الاتنين ولا لا. دي كانت غامقه شويه، والراجل وانا بشتريها قال لي ايه، قال لي ما تقارنيش بيها وبين بتاعه الشركات اللي هي نجار او غيرها، عشان النجار بيحطوا حاجات او غيرهم بيحطوا حاجات تعمل وش والكلام ده. فانا قلت عشان يشيلوا بعض يعني، لان انا فعلا لما جيت عملتها لقيت الوش بتاعها خفيف جدا، وانا كنت بقى خلاص شخصيا اتعودت على الوش التقيل. فهنا اساسا كنت عماله افكر في الوجبات الكتيره بتاعت ادم. الولد ابتدى يعني في ضغط في دماغه ان ايه، ان الوجبات كتير، وانا ما بقتش احب الميسي دي والكلام ده. بس الميسي بالنسبه لها بتجري عشان عايزه تديهم الاجازه ويقعدوا في البيت طبعا. بس قعدت بقى ايه ما بقى ابقى لطيفه معايا، اللي هو ايه طب نكتب شويه وشويه نلعب والكلام ده كله. فقلت بقى اعمل كوبايه قهوه وانا عماله افكر كده ومشغله البخور وبصة في الوردة دي الجميلة بتاعت ولادي حبايبي. أهم حاجة نحط فيهم الحنية، رغم إن أنا الأيام دي شديدة عليهم في البيت لأن في غلطات كتيرة بتحصل من ساعة ما ابتدوا يطلعوا يلعبوا في الشارع، مش يسمعوا الكلام خالص. وبقيت أي اللي هو ايه اللي مش هيسمع الكلام هرميه بالشبشب على طول، يجي بقى مطرح ما يجي، فاهمني. فبصراحة أنا شادة عليهم. وهنا بقى بحط السكر الدايت. أهم حاجة السكر يا جماعة تقللوا منه في حياتكم اليومية علشان تحسوا كان ان انتوا فريش يعني عامة، ويساعدنا كمان على الحرق والكلام ده كله. ف كده خلاص. هنا بقى يلا نحطها على النار ونشوف هنعمل ايه. يلا على النار. وعلى الهادي يا زبادي. بصراحة بفكر اخد القهوة دي واروح اقعد بره مع الولاد. الجو بيبقى بره حلو قوي عن جوه بصراحة. مش عارفة هعمل كده ولا لا، لان انا شخص يرجع في كلامه بسرعة او ما بعرفش اخد قرار عادي. إيه... الحمد لله برضو، الحمد لله ماشي الحال الحمد لله. يعني انا شخص خد ضربات كتيرة قوي في حياته، فمش مشكلة لو انا ما كنتش عارفة اخد قرار في حياتي. يعني شايفاها هي حاجة هي حاجة سلبية، بس انا متصالحة مع كل حياتي يعني، عادي خالص يعني ايزي. سيبها بقى واحنا نصب ان شاء الله هرجع لكم. الكدر ده مفيش احسن منه. المهم ان انا طلعت المج بتاعي يا جماعه. انا النوع بتعلق بالحاجه تعلق فظيع، بتعلق بالحاجه بجد. يعني انا نفسي الاقي مج بصراحه احبه زي المج ده. مش عارفه بقالي سنه تقريبا بستخدمه، وبحاول اروح لبتوع المجات والكلام ده اشوف مثلا مج مثلا يلفت انتباهي. ده لذيذ برضو، ده لذيذ بس صغير. وغير ان هو صغير مش عارفه في عمار بيني وبينه، يعني حتى لما مسافر عايش باخده معايا. نفسي ابدله. وده في حد ذاته نوع، حد ذاته نوع من انواع الوفاء.
في عشم كبير بيني وبين الكلاب. في بينا صفات مشتركة زي ما بيقولوا كده حقيقي. حتى واحدة مرة كانت بتعملي حواجبي وراحت قالت لي انت عينك عاملة زي عين الكلاب. قلت دي أول مرة أسمعها. اللي هي ايه يعني؟ كل مرة مثلا حد يقول مثلا شبه القطة مثلا، شبه مش عارف ايه دي الحاجات، لكن عيني عاملة زي عين الكلاب ازاي يعني؟ واحد ساعتها ساعة ما كنت عند ماما لسه في بيت أهلي، قعدت أقولها عيني ازاي يعني عاملة زي عين الكلاب يعني. بس بجد يعني اصلا ايه مشكلة؟ مشكلة ما تبقى عيني عاملة زي عين الكلاب. طيب انا يا جماعة قررت بصراحة ان انا اشرب في الكوبايات دي. عندي بصوا كوبايات، كوباية لبني واخر واحدة في الكوباية. انا بحب الاشكال يعني، انا بروح انقي الشكل نفسه اللي يفتح نفسي اللي انا احبه. وعندي الاصفر، مش عارفة ايه اعمل في انهي واحدة فيهم. دي اخر واحدة في الصفرة. I love it يعني، انا حبيتها اصلا قوي. يا مامي شوفي، شفتوا يا جماعة؟ اقسم بالله فيها قلب. شايفين القلب؟ شايفينه؟ هي الظروف بقى اختارتها. بيقولوا فوران القهوة خير. يا رب اللهم اجعله خير. هسيبها تهدى شوية، بس مش شوية صغيرين، لان انا بحب اشرب القهوة بصراحة سخنة. والله انا لو القهوة بردت شوية انا ما بحبش اشربها فعلا، بتضايق قوي. بتضايق انا القهوة لو ما طلعتهاش بوشي برميها واعمل واحدة غيرها. اهم حاجة عيني تحب المنظر. إيه، هروح البس العباية واطلع زي امبارح اقعد برا شوية. حبيت الجو الميدان بصراحة. يلا بينا. إيه رأيكم في الحيطة بتاعتي؟ الحيطة بتاعت المطبخ. شفتوا الجمال؟ شوفوا لي الحلاوة، شوفوا لي الحلاوة. متستغربوش يا جماعة، انا ممكن عادي اغير رأيي برضو واقعد في البيت. شوف، يلا بينا. يا حرام خلاص ابتدوا يناموا. ده اللي هو الورد ده بينام كده، بينام كده بالليل، بيقفل يعني زي ما بيقولوا كده. يظهر اخر ليلة عندي النهاردة. اوه ماي جاد، تعالوا اوريكم بصوا الكلاب نكام. ادم بيعمل لها مساج. تقريبا لو الكلاب شافوني وانا بصورهم هياكلوا الموبايل. صح يا ادم؟ لو الكلاب شافوني وانا بصور هيجوا ياكلوا الموبايل. تعال تعال يا روك. العجلة اهو. روكي ده لازم كده. شكله واكل وعايز ينام. 3 4 5 6 7 8 9 لما يجي هصور. استنى اصورها. يلا اركب العجلة اصورك. استنى طيب مشروع. بصوا يا جدعان اهو روكي. يا ماما شوفوا يعني. دلوقتي هنصور استاذ ادم وهو بيركب العجلة. اللهم صل على النبي. طب انا كان عندي عجلة زي دي انا ودعاء اختي زمان حمرا. لو دعاء تفتكر هتقولي كانت بتلف بيها عقبال ما انا اتعلم السواقة. هنا بقى في راحة نفسية.
الميدان شكله حلو قوي بالليل. بالراحه بالراحه، اوعى تخش فيا. عارفه شايفيني ولا لا؟ بس العباية السوداء يا جماعه، عايزه اقول لكم بقى ان انا ابتديت اجي هنا اقعد مع العيال شويه. بصراحه الهوا هنا حلو، جو حلو جميل، والدنيا فيها كده ايه، صفا كده ومرتاحه شويه. قلت اطلع اقعد مع العيال شويه. بصراحه مودي ما كانش حلو خالص النهارده، كان عندي صداع جامد جدا. منطقه بالليل تحفه تحفه تحفه. لو في نصيب بكره اصور لكم انا قاعده بس بالنهار شويه. بفكر اروح اجيب لبن واعمل نسكافيه، بس الساعه دلوقتي 11 تقريبا، فمش عارفه هعمل ايه. النهارده اتاخرت على عقلي شويه في موضوع القهوه، فضلت ماسكه نفسي لحد الساعه 8 قبل ما عملت القهوه بتاعتي، وده اللي اخرني. جالي صداع جامد جامد، خدتله برشامه يعني. بصوا بقى، ده العصير ده عصير كزبره. ضربتها في الخلاط، حبة كزبره وعليهم ميه، ضربتهم في الخلاط وصفتهم. دلوقتي ده ليمونه، نص ليمونه زي ما انتم شايفين. وهقلبها وادوها الاول، هيعزز معايا الطعم والحريقه او الحرق بتاع جسمي. دلوقتي الساعه كام؟ دلوقتي الساعه مثلا 1 تقريبا. هشربه، والمفروض عاوز تنامي تنامي، عايزه تفضلي صاحيه براحتك. المهم ان انا المفروض اقلبه وابتدي اشرب. ثانيه ادوق طعمه. الليمون مش باين فيه، انا مش حاطه فيه سكر طبعا، مستحيل. هو طعمه مش واو قوي، وكم ياي. مش مشكله، عادي عادي يا جماعه، خليكوا لطفاء. المهم ان انا اساسا كمان غاليه كزبره. ده بقدونس ولا كزبره؟ يا ربي كزبره، ان شاء الله يطلع كزبره يعني. ايا كان يا جماعه، بقدونس او كزبره الدنيا شغاله عادي. المهم ان انا الحزمه حطيتها على النار، وحبه عملتهم زي ما انتم شايفين كده، وهروح بقى على الصاله اشربهم. اقول لكم تصبحوا على خير، تصبحون على خير. نسيت اقول لكم ان انا بقى ايه، بظبط لادم الدرس بتاعه، الواجب الواجب قبل ما انام، علشان ان شاء الله يعمله بكره الصبح. كل كلمه بتتكتب 3 مرات. الله، اديني خلصت الحاجه بتاعتي اهي، وانا بحضر، ولسه في بقيه الاسئله هكتبها له وهو يكتب الاجابه. باي باي.